مساء الفل عليكم. اتأخرت في الفيديو النهاردة بعد مباراة النادي الأهلي وفوزه النهاردة بأداء وأهداف أحلى من بعض على الإسماعيلي 4-0، لأن يعلم الله أنا بعد مباراة نادي الزمالك وبعد حارة الدم وبعد حق العصبية اللي أنا كنت فيها ما كنتش مستحمل، والضغط كان عندي عالي جدا، وعارف إن كافيتي دي هتكون على إيد نادي الزمالك. للأسف الواحد بيعشق نادي الزمالك وبيشجع بكل ما جواه. لازم كنت اخد 50-60 حباية صداع مع قهوة مع شاي عشان اعرف اقف على رجليا تاني واعرف ان انا اتكلم. لكن النهارده مش غريب على النادي الاهلي، النهارده بيفوز على الاسماعيلي اللي احنا سبحان الله لسه من ايام كنا بنلعب الاسماعيلي بنفس السكواد بنفس كل حاجة، وغلبناهم بالعافية بجون في الدقيقة الأخيرة بعد ما كنا 1-0 بالكح تراب، والاسماعيلي كان يقدر يتعادل معانا وغلبناه 2-0. لكن شفت الفرق وشفت الاختلاف، شفت بين فرق شاسع ما بين فرقة اسمها النادي الأهلي وأي فرقة تانية. فرقة قدرت تدير كل حاجة بنظام، بدون عنجهية، بدون اندفاع، بدون أي شيء. الكل كان بيهاجم النادي الأهلي، الكل كان بيضغط على النادي الأهلي، الجمهور كان بيضغط على النادي الأهلي. فين الصفقات؟ فين الدنيا؟ فين الأداء؟ فين كذا؟ ومع ذلك حافظ النادي الأهلي على هويته، حافظ النادي الأهلي على تصدره للدوري، حافظ النادي الاهلي على فرصه في ان يكون رقم 1 في الدوري. عدى المرحله الصعبه ديت وقدر ان يخش الانتقالات الشتويه، يدعم بصفقات سوبر السوبر، وفي نفس الوقت كان واقف على رجليه. ما قالش انا ما عنديش سكواد، ما قالش انا عندي مستشفى اصابات لا حول ولا قوه، ما قالش انا عندي اللعيبه كلها 3/4 انا بعتها مشى بيرسي تاو ومشى كهربا ومشى ده ومشى ده وكل الناس مشيت، فضل زي ما هو محافظ على الهويه، محافظ على النتائج، ما تاثرش، ما ضحاش بالمدير الفني. فبالتالي النادي الاهلي النهارده متصدر الدوري بجداره ب 32 نقطه. في نفس الوقت النهارده قدر يعمل روتيشن قوي جدا في اللعيبه، قدر النهارده كسب ماتشاته اللي فات بالسكواد بتاعه الرئيسي، قدر النهارده في مباراه الاسماعيلي وداخل على مباراه الزمالك يلعب بتشكيله تانية خالص. طلعوا الاحتياطي اجمد من الاساسيين. تخيل النهارده كريم الدبيس رقم 1 في الفتره الماضيه يريحه ويلعب كوكا عشان كوكا يتالق. تخيل النهارده اكرم توفيق مش هيلعب والشمال القطري والعنجهيه يلعب، ويريح محمد ويريح اسمه ده ربي الباك اليمين بالنسبه له محمد هاني كان بيلعب. محمد هاني النهارده يلعبه جنب ربيعه عشان ما عنده مشكله في اشرف داري وعنده مشكله في ياسر ابراهيم. نص الملعب النهارده بيلعب بيه رضا. فين رضا ده؟ رضا ده كان بيلعب في الزمالك برضه نفس البلوه من مجالس اداره نادي الزمالك، راح على طبق من ذهب للنادي الاهلي. رضا النهارده لعيب سوبر، لعيب النهارده بيصول ويجول، لعيب تحس ان هو مولود في النادي الاهلي. النهارده قدر يجيب جون عالمي في المباراه. كذلك النهارده امام عاشور بيحافظ على التوهج بتاعه، قال لك لا عشان ما نفخوش يفضل رجله في الملعب، والنهارده يتالق عشان يفضل يعلي من معنوياته ويكون هداف الدوري النهارده بجداره ومن افضل اللاعبين اللي موجودين على الساحه بفرق شاسع بينه وبين اي لعيبه تانية. يلعب النهارده مروان عطيه بيلعب النهارده 103 مباراه ما يقدرش ان هو يجيب اجوان. اللعيبه النهارده قلبها عليه، عايزين يدخلوه جوه القصه. عنده احتفال، ربنا يقوم زوجته بالسلامه، مراته حامل. كذلك النهارده يخلوه يلعب ضربه الجزاء يقدر ان يجيب جون. حسين الشحات النهارده بقاله فتره كبيره جدا بعيد عن الاداء الكويس، يلعب النهارده يتالق. جراديتشار برضه مصر رجله في الملعب عشان يكون منافس قوي جدا لأسامة ابو علي، ينزله برضه النهارده عشان الاثنين نفس القصه. يجي جنب الداهيه والعين الممتازه اللي جابت لعيب اسمه محمد عبد الله، لعيب سوبر، لعيب تحس ان عنده شخصيه النادي الاهلي، تحس ان هو مزروع في نادي البطولات بتاع النادي الاهلي عشان النهارده يسد لهم القصه ديت، ويكون مفيش بيرسي تاو مش موجود، مفيش جناح مش موجود، مفيش اي مشكله. لعيب تحس ان عنده ثقه. كذلك الشناوي موجود، شوبير موجود. يجي الشوط الثاني ينزل تغييرات احلى واحلى واحلى عشان ينزل الناس. وسام ابو علي بعيد عن الملعب ينزله ياخد وقت، اشرف داري بعيد عن الملعب ينزله ياخد وقت، كريم نيدفيد كالعاده بينزل. لعيبه كتيره جدا بتنزل، منزل كل الناس تخش تاخد. قفشه النهارده مريحه وينزل. تحس ان اللعيبه عندهم، ما تحسش ان في فرق ما بين احتياطي، ما تحسش ان في فرق ما بين اساسيين. هو دي سمات الفرق الكبيره، هي دي الناس اللي فعلا تاخد بطولات، هي دي اللي هم سايبين كل واحد شغال.
الاداره شغاله عماله بتطور، مدير فني شغال عمال بيطور، عندهم سكاوتنج يجيب لهم لعيبه عشان تسد الفراغات بتاعتهم، عندهم كل حاجه بيعملوها صح. عشان كده نادي الاهلي هو رقم واحد في افريقيا، نادي الاهلي هو رقم واحد في مصر، نادي الاهلي هو اسم على مسمى فرقه بتكتسح اليابس، فرقه رقم واحد في مصر، فرقه هي اللي قادره ان هي حتى لو هي عندها اصابات، حتى لو عندها المدير الفني مش متفوق، حتى لو عندها اللعيبه مش في فورمتها، حتى لو السكواد بتاعهم وقع، حتى لو اللعيبه اللي عندهم هتمشي، اكرم توفيق هيمشي هيجيب مكانه اي حد في نص الملعب، عمرو السوليه بره بدخل رضا، مروان عطيه جه في عز تالق اللعيبه بتاعت امام عاشور وكان عندهم وعمرو السوليه، وكان عندهم نص ملعب وحمدي فتحي ونكسه عندهم نار، جاب مروان عطيه، فبالتالي ما بيستناش الفرقه تقع، دايما اول باول، دايما اول باول. بالنسبه لي انا مش جاي اجي اروح فين، انا مش جاي والله العظيم، انا طالع مبسوط. اتفرجت النهارده على مباراه كيفتني، اتفرجت النهارده بعد الغم اللي انا شفته من مباراه نادي الزمالك. ناس يقول لك يا عم انت المفروض ما يملاش عينك غير نادي الزمالك، طبعا ما يملاش عيني غير نادي الزمالك، لكن النهارده بتتفرج على كوره، واحد يقول لي يا عم ده الاسماعيلي تعبان، ما هو الاسماعيلي ده برضه اللي كنا بنقابله، سيبك من اي حاجه، الاسماعيلي تعبان. اتفرجت على الروح اللي هم بيلعبوا بيها، اتفرجت على الضغط اللي هم بيلعبوا بيه، اتفرجت على الانسيابيه فيهم، اتفرجت على الاجنحه شغاله ونص ملعب شغال والمهاجمين شغالين، اتفرجت على 1-0 هي 2-0 هي 3-0 هي 4-0، هم عايزين 5-0، هم عايزين ارقام، هم عايزين سكواد، عايزين يتقال عليهم هو اقوى هجوم، عايزين يتقال عليهم هم اقوى دفاع، عايزين يتقال عليهم هم المرشح الاول في البطوله، مش جايين ياكلوا عيش يجيبوا جون يجيبوا 2 يجيبوا 3، مش جايين يعملوا حاجه زي كده، هم مش جايين يعملوا حاجه زي كده، هم جايين فرقه بطولات، فرقه عايزه تفرح جمهورها، وتفرح جمهورها مش بالنتائج. لو اتكلمنا عن نتائج النادي الاهلي ليه رصيد كبير جدا نتائج، ليه رصيد كبير جدا اداء، ليه رصيد كبير جدا بطولات. النهارده اتفرج على الاداء، اتفرج على الروح يا عوده، ما الروح هي دي لعيبه كره القدم، هو ده الغل، هو ده الشغل، هو ده اللعب. انا مش عايز اتكلم وافضل اغني كتير عن النادي الاهلي، لان في ناس كتير بقت تزعل مني ان انا بطلع بحسد، والله العظيم قسما بالله لا يفرق معاكم حسد، ولا يفرق معاكم كلام، ولا يفرق معاكم ولا يفرق معاكم زي كده، دي منظومه ناجحه مؤسسه. انت بتتكلم عن نادي الاهلي، نادي مؤسسي، نادي شغال صح، نادي شغال كل حاجه، نادي كان واثق في المدير الفني، اداله الفرصه، تاكد ان المدير الفني الانتكاسات اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت دي كانت موجوده انتكاسات بسبب نقص السكواد، راح لما دعم له السكواد وخلاه النهارده السكواد النهارده بقى نار. يعني تخيل النهارده احنا لو في نادي الزمالك، تخيل نادي الزمالك كان عنده سيف الجزيري وعنده ناصر منسي وعنده حسام اشرف، قال لك انا مش محتاج مهاجم انا عندي 3. تخيل هم عندهم وسام ابو علي رقم 1 في مصر، الهداف سوبر مهاجم بمعنى الكلمه، ومع ذلك راح جاب واحد سوبر اعلى منه جراديتشار. يعني تخيل هي الناس بتفكر عامله ازاي، يقول لك ليه انا ما يكونش عندي واحد، يكون عندي 2 و3 و4، كل ده انا ما كلمتكش على اشرف بن شرقي، ما كلمتكش يعني حد غيرهم النهارده، كلنا انا واحد كجاهل زي زملكاوي بعد لما ان اسمه ده ربي انا وقعت مع تريزيجيه وقيمه تريزيجيه واديت تريزيجيه صفقه سوبر وجناح شمال، انا طلعت قلت خلاص بن شرقي مش موجود، هم ما سكتوش على حاجه زي كده، قال لك لا يكون تريزيجيه ويكون اشرف بن شرقي، عشان تريزيجيه لو كان هيديني 30% 60% مستواه، بعد ما احط له اشرف بن شرقي على الدكه يبقى يديني تريزيجيه 120%، وبن شرقي لو هو موجود، وبن شرقي لو هو موجود هيديني 70% و80%، وجاي ياكل عيش وجاي يتلم على النادي الاهلي وجاي يروح كاس عالم انديه، احط له تريزيجيه عشان اخد اشرف بن شرقي 300%. هي دي السياسه. عندهم وسام ابو علي جاب جراديتشار، عندهم ما اعرفش مين الشحات طلع لهم محمد عبد الله، ولسه عندهم نص ملعب حدث ولا حرج راح جاب حمدي فتحي. هو ده الفرقه الصح. عندهم خط دفاع، عندهم ياسر ابراهيم، عندهم رامي ربيعه بيجددوا لهم، ومع ذلك بيضخوا لهم كمان العش، وكمان بيضخوا لهم كمان اشرف داري موجود نجم منتخب المغرب. هو ده الناس الصح. النهارده عنده مشكله في الباك اليمين، ولا عنده مشكله في محمد هاني هيطلع له عمر كمال، عنده مشكله في علي معلول جاب له يحيى عطله، ما كانش كده جاب له كريم الدبيس. هو دي الفرق الصح، هي دي اللي خلى احنا كمشجعين زملكاويه طالعين بنتكلم بنتفرج على المنافس بتاعنا قد ايه هو بيبدع، قد هو دي الفرق البطولات، دي الفرق اللي هي تستاهل فعلا انها تتشجع، دي الفرق اللي هي انت حتى لو الفرق ديت اثرت معاك واديت نتائج مش كويسه خسرتك بطوله مش مشكله، ما انا عندي رصيد كبير جدا جدا جدا. هو ده الفرق بيننا وبينهم،
ده اللي انا بتكلم عليه، ده لما بطلع اتكلم عليه كوني زملكاوي بطلع بتشتم يقول لك اصل الريتش وسط الفيو، ملعون ابو ام الريتش على الفيو، وانا بكلمك حاجه بجملهم، انا بجمل. هل الكلام اللي انا بقوله ده مصطنع؟ هل الكلام اللي انا بقوله ده اوفر؟ هل النهارده لما طلعت من كل قلبي احتفلت بيه استاد الاهلي والمنشاه اللي هو عملها وقد ايه النظام اللي هو عامله، هل انا تجنيت على الكلام؟ قسما بالله انا بعد ما خلصت الفيديو واتفرجت عليه حسيت ان انا انتقصت كتير جدا من الحدث اللي كان موجود، كان يستاهل اكتر من كده كلام وكان يستاهل تحضير. هي دي القصه. فبالتالي النهارده لما بطلع النهارده بتكلم على النادي الاهلي وبتكلم على طريقه الاداره وبتكلم على ثقته في المدير الفني وثقته في كولر وادارته المباريات وقد ايه الراجل في عز لما كان جمهور الاهلي بيضغط لكن الاداره كانت واثقه ان هم كولر مدير فني كفء. حتى هو ثبت، حتى يعني لما بقى عنده نقص في السكواد عمل ايه؟ لطم بقى وقال لك خربانه ومش معايا ناس ومش معايا لعيبه والحقوني يا ناس، ما عملش حاجه زي كده، غير طريقه اللعب وقدر ان هو نجح. حصل له انتكاسات، حصل له 5 تعادلات، لكن النهارده شوفوا على ارض الواقع النهارده هو متصدر الدوري ب 32 وبيراميدز لو كسب هيعديه بنقطه واحده، وده في عز منافسات الدوري. ما تفرقش مع الفرق الكبيره. قادر النادي الاهلي على ان هو يغلب بيراميدز وقادر ان هو يكمل السكواد لان بقى عنده سكواد محترم. هي دي الفرق الصح، هو ده المدير الفني الصح، هي دي الاداره الصح. تخيل كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ويعافيه لما النهارده بيمر بازمه مرض، تخيل للاسف انا بعض الصفح اللي بتنتمي لنادي الزمالك طلعت شككت في مرضه. يعني تخيل احنا وصلنا للتخلف عامله ازاي؟ شوف انا زملكاوي بتكلم، شوف انا تخيل احنا وصلنا للتخلف عامل ازاي؟ شككنا في مرضه على اساس ان الكابتن محمود الخطيب محتاج تعاطف من الناس، محتاج يجمل، محتاج هو الراجل مش محتاج اي حاجه. الراجل ده هيفضل عمرنا على عمرنا يفضل يتذكر اسمه بالخير وبالنجاحات وبان هو كان اسطوره كلاعب وكاداري وكرئيس رئيس نادي الاهلي وكانجازات كلها اتحسبت اتحفرت في التاريخ. احنا طلعنا بصفح متخلفه عندنا بيقول لك ده بيتاجر بالمرض، قمه التخلف، قمه كده. عشان كده دايما احنا رقم 0، عشان كده احنا دايما ورا، عشان كده دايما لما بقول بصوا على النماذج الناجحه وقلدوها. مش عيب انك تقلد نموذج ناجح عشان اوصل وبقى ناجح ازاي وتفوق عليه بعد كده. ما هو برده ما وصلش للكلام ده من فراغ، هو وصل الكلام ده بتعب وانتكاسات وقرارات، قدر ان هو يقف على رجليه ويكون رقم 1. عشان كده النادي الاهلي هو رقم 1. النادي الاهلي بيلعب نفس الفرق اللي احنا بنلعبهم، لكن فرق بيننا وبينهم هم عندهم روح واداء وعزيمه. ده اللي انا كنت حابب اطلع اتكلم عليه. اخرت كتير في الفيديو، لكن والله يعلم الله انا قد ايه كان نفسيتي تعبانه وقد ايه كان الضغط كان عندي عالي جدا. لكن نجح النادي الاهلي يفوز النهارده 4-0. مهما اقول كلام اكتر من كده مفيش كلام يوفي. النهارده امام عاشور النهارده الناس قعدت تتكلم عاشور وفضلتوا تسخنوه. امام عاشور في النادي الاهلي اعلى مليون مره من نادي الزمالك، احلى مليون مره من نادي الزمالك، اتطور مليون مره عن نادي الزمالك، اتطور جدا، اتطور بدني، اتطور كفكر هجومي، اتطور على الجناح، اتطور كسترايكر، اتطور في كل حاجه. فبالتالي النهارده رقم 1 هداف الدوري، النهارده بيصنع بيصول بيجول محافظ على نفسه. هو دي قيمه اللعيب ان انت تعرف تطوره. رضا النهارده برضو الناشئ اللي كان في نادي الزمالك اللي احنا استغنينا عنه ببلاش تطور في النادي الاهلي ولسه هيتطور. هو دي قصه كلها. اما بقصه يوم 22 انا مش جاي، ما حدش يستناني، انا مش جاي، انا مش عارف والله العظيم. بحضر دلوقتي من فيديو يوم 22، بحضر هطلع اقول ايه، خايف على نفسي من الانفعال اللي يحصل. اصل انا برضو غلبان، يعني انا يعني عارف كل الحقائق وعارف كل الكلام ده، لكن مجنون هطلع بقى ايه العب، ده احنا هنغلب الاهلي، ده احنا هنفحت الاهلي ده الماتش ده بتاعنا، الماتش ده مش اضحك على نفسي وادي نفسي مسكنات وادي لنفسي بنج لحد يوم الماتش لما اصحى على الشلوت الكبير يبقى الدنيا خلصت كده بالنسبه لي. اعمل ايه؟ زملكاوي وعشمي دايما في ربنا كبير، وعشمي ان يحصل معجزه كرويه، تحصل اي حاجه انتكاسه، تحصل اي حاجه في الدنيا، النادي الاهلي يتحول يوميا كده حاجه تحصل غريبه فيه النادي الاهلي. اي شيء نادي الاهلي مثلا يغلط في الاستاد، يروح استاد برج العرب، ما يروحش استاد القاهره، اي حاجه ممكن تحصل هفضل معشم نفسي فيها لحتى يوم 22. مبروك لجماهير الاهلي، وربنا يصبرنا على تشجيع نادي الزمالك. شكرا ليكم، ومش عارف هنتقابل يوم 22 ان كان لنا عمر ولا لا، بس اكيد 22 انا مش جاي. السلام عليكم.